مرحبا حبايبي، رجعت لكم بقصة جديدة. تقول صاحبة القصة وهي ما مصدقة اللي صار معها. بدأت قصتي بعد شهر من الزواج. استيقظت فجرا وما وجدت زوجي بجواري. رحت أبحث عنه في المنزل، وهنا وجدته يجلس في غرفة الجلوس وكان يتحدث في الموبايل. كان زوجي جالس في الظلام وبيحكي في الهاتف بصوت منخفض جدا ويضحك. ولما فتحت النور قام زوجي مفزوع وتغيرت ملامحه كثير. كان يتحدث ويتكلم بالجوال. لما فتحت النور مرة واحدة تغيرت ملامح وشه وصار لونه شاحب. خبرت مع مين عم تحكي؟ ما جاوبني وقال بتوتر ما في حدا، بس الرقم خاطئ. ما صدقت في الحقيقة ما اللي قال له، وإن الرقم خاطئ. ما حكيت معه، بس الشك ضل بقلبي وأخذت أراقبه وأتابع أخباره. كان يستيقظ كل يوم في نفس الموعد مشان يحكي في الموبايل مع شخص فجرا. تسللت يومها وأخذت أستمع له حتى أعرف مع مين عم يحكي. وقتها سمعت اسم أختي وزوجي يردده، فعرفت وقتها بأنه على علاقة بأحد، ولكن ما تخيلت إنه تكون هاي أختي مع الأسف. بعد أيام كنت عند أمي وشعرت بتغيير أختي من ناحيتي، وجالها اتصال راحت وأغلقت باب الغرفة مشان تحكي معه. ما بعرف، شعرت بشي خاطئ. تسللت خلفها وسمعتها تردد اسم زوجي. وقتها دب الشك أكثر في قلبي. بعد فترة من البحث اكتشفت علاقة زوجي بأختي الوحيدة. ما كنت أعرف إن شعور الخيانة صعب جدا. انفصلت عنه وما كنت عايشة مع أهلي مشان ما أشوف أختي من جديد، واستمريت بالعيش في شقتي اللي تركها لي زوجي منعا للفضيحة. وبعدها تزوج زوجي من أختي وانقطعت صلتي به. هيك بتكون قصتنا خلصت. إذا حبيتوا القصة لا تنسوا تتابعوني وتعملوا لي كومنتاتكم الحلوة.